انا عارفة ان الكلام اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير ويمكن تتهموني بالخيانة، بس الحقيقة المرة اللي محدش عايز يعترف بيها ان ايران هتكسب مصر فعلا الماتش الجاي، وكل المؤشرات بتقول كده. مش عشان هم احسن مننا في الملعب، لا خالص، في اسباب تانية يمكن اصلا الكباتن اللي في الاستوديو التحليلي ما يعرفوش عنها حاجة. وبعد دراسات كتير تعالوا اقول لكم ايه الاسباب اللي خلتني اقول كده. اول سبب الاسماء الايرانية المعقدة، يعني مثلا اسماء لاعيبة ايران طويلة وفيها حروف كتير وبتلخبط، فلما اللاعبين بتوعنا يحاولوا يقروا الاسامي بتاعتهم من على التيشيرتات عشان يراقبوهم هيكون المهاجم الايراني اصلا جاب الجون وخلاص. مش محتاجة حاجة يعني. وتاني سبب وهو الشاي الايراني المخمر. هتقولي ايه علاقة الشاي بالكورة؟ هقولك طبعا ليه علاقة. هناك في ايران بيشربوا شاي تقيل ومخمر بطريقة معينة، وده بيخليهم يفضلوا مصحصحين 24 ساعة. اما احنا اللعيبة بتاعتنا بتشرب شاي بلبن، اللي هي اصلا الشاي بلبن ده بيخلي الجسم يرتخي ويبقى عايز ينام. اما تالت سبب وهو الفستق الايراني. هتقولي برضو ايه علاقة الفستق بالكورة؟ هقولك لا، ده اساس الموضوع. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. لعيبة ايران بيتغذوا على الفستق الايراني، والفستق الايراني ده غالي جدا وبيدي طاقة رهيبة، بعكس بقى لعيبتنا اللي بيتغذوا على كشري وطعمية وحاجات اصلا يعني بدون قيمة غذائية، فهيبقوا هفتانين وتعبانين طول المباراة. اظن كده الكلام منطقي. ورابع سبب والاخير مضيق باب المندب وموقعها الجغرافي. يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي ايران عندها مضيق باب المندب وعندها بحار وعندها ممرات مائية مهمة جدا، وزي ما احنا عارفين لعيبة المنتخب دلوقتي فين؟ كانت في كندا. فلما يجوا يعدوا بقى ممكن ايران تقفل عليهم المضيق ده لأي سبب، وبالتالي ده هيعطلهم وممكن اصلا يضطروا ينسحبوا من البطولة خالص. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ اما خامس سبب بقى وهو المطبخ. انا هروح على المطبخ من سكات عشان عارفة ان انتوا هتقولوا لي دلوقتي على المطبخ. بيس يا مان بيس. اكيد بهزر. يعني هعرف منين اسباب ان مصر هتفوز على ايران او ايران هتفوز على مصر؟ يعني هعرف ازاي؟ انا بنجم مثلا؟ اكيد طبعا الكلام ده هزار ومش حقيقة، وان شاء الله مصر تفوز وان شاء الله ناخد كاس العالم كمان، وبرضه هروح على المطبخ.